يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. لما فرغ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت ورفع قواعده، جاءه الأمر الإلهي بأن يؤذن في الناس بأن الله قد بنى لهم بيتا كي يحجوه، فقال: يا رب، وأين يبلغ صوت الضعيف؟ فجاءه الأمر الإلهي: يا إبراهيم، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فوصل هذا النداء إلى مستقر الأرواح في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من حج البيت إنما كان مستجيبا لنداء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحج نعمة من النعم، أن تشد الرحال إلى الديار المباركة، إلى مهبط الوحي الذي عم البلاد، إلى البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، إلى الكعبة المشرفة التي يتضاعف فيها أجر الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. أجر عظيم وثواب كبير، فاحرص أخي الحاج على اغتنام ذلك بالصلاة وبالطواف وبتلاوة القرآن وبالتسبيح والحمد والتهليل. كن كالنخلة يقذفها الناس بالحجارة وتلقي إليهم الرطب الجني. كن هينا لينا لين الجانب، كريم النفس، حسن الخلق. اغضض بصرك واخفض صوتك حتى يكون حجك إن شاء الله مبرورا. وإذا ما يسر الله لك الأمر وزرت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فعليك أن تكثر من الصلاة في مسجد الحبيب عليه السلام، فصلاة في مسجدي ب1000 صلاة. ولا تنسى وأنت تتفيأ الظلال في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تذهب للسلام عليه: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. ثم تسلم على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه أجواء إيمانية لا تضيعها في أنك تشتغل بالطعام والشراب وشراء الهدايا، وتترك وتتكاسل عن أداء الصلوات المفروضة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. داعين الله أن يكون لكم عونا ونصيرا، وأن يحفظكم بحفظه، وأن يشملكم برعايته، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.